سلام. هذه اول حلقه من سلسله علاش ما وجهوناش، اللي هي واحد السلسله كتوجه للطلبه اللي كيقلبوا على التوجيه ويفهموا اكثر في التوجيه والافاق اللي غيختاروا من مورا الباك ولا من مورا الدبلوم ديالهم. غنهضروا بصفه عامه وخاصه على مجموعه ديال التوجهات. بقاو معنا. واليوم غادي نهضروا على الشعب الادبيه. انت كطالب كتقرا حاليا في الباك وكتقرا في شعبه ادب، واش عارف شنو يمكن لك دير من موراها، الافاق ديالها، المهن اللي متوفرين فيها ولا لا؟ الناس اللي كيديروا الادب ماشي بالضروره يكونوا مكلخين ولا ما عارفينش التوجه ديالهم، واخر حاجه داروا فكروا فيها هي يديروا ادب غير باش يديروا شي حاجه وصافي. ولكن الادبي يكون عنده بزاف ديال المميزات اللي ما عندش التخصص العلمي، بحال مثلا كيكون عارف على التاريخ، الجغرافيا، الادب، الثقافه بصفه عامه، اللي الشخص العلمي ولا كيقرا العلوم ما كيكونش عنده الوقت او ما كيقراش بواحد الشكل معمق على هاد الامور هذه كاملين، وما كيستافدش منها بالطريقه اللي كيستافد منها الشخص الادبي. والتخصص ديال الادبي يمكن لك انك دير به مجموعه ديال التخصصات هنا في المغرب، بحال مثلا الميديا ستاديز، الجورناليزم، القضاء، القانون، المحاماه، بزاف ديال المهن اللي هما زوينين بزاف. وخارج المغرب ما عندناش هاد القضيه ديال الا كنتي علمي غادي دير التخصصات العلميه، ولا كنتي ادبي غدير غير التخصصات الادبيه. بحال مثلا في الصين او في بولندا واخا تكون ادبي يمكن لك انك دير المعلوميات، زعما الكمبيوتر ساينس، او لا دير ليكونومي، البيزنس. ما كيليميتيكش واحد لاكاز ديال كنتي ادبي غادي تبقى غير في لي فيليير ليتيرير، ولكن تقدر دير اي حاجه، ولكن خصك غير تكون انت كابابل انك تساير معاهم هذوك لي موديول والقرايه ديالهم، وتكون عندك هذيك الرغبه باش تعلم شي حاجه ازيرو. حيت عاوتاني ما نساوش ان العلميين كيكون عندهم واحد لا باز وكيقراو مزيان في هذوك لي فيليير اكثر منك انت، يعني كيبقى غير اختيار ديال الشخص، وكتبقى الرغبه ديالو واش باغي هذيك لا فيليير مزيان وباغي يعطي فيها اكثر او لا. ندور عاوتاني على الشعاب ديال السياسه، الادب العربي، يعني الانترناشونال، بزاف هاد الشعاب هادو اللي كنشوفوا مثلا الممثلين ديال في البرلمان او السياسيين كيكونوا يعني غالبا كيكونوا ادبيين، يعني حتى هما قراو واحد لي فيليير اللي ادبيين اللي كيعطيوهم هذيك البلاغه، كيفاش كيوصلوا لنا المعلومه، كيفاش كيدافعوا علينا في المنابر الاعلاميه، وكيفاش كيهضروا مع الصحافه. يعني بحال هاد المهن هادو الادبيين كيقدروا يديروهم وكيعطيو فيهم اكثر. هادشي كامل الا ما كنتيش مازال ما عرفتش التوجه ديالك، هذا هو الهدف ديال هاد السلسله اللي غادي نديرو ان شاء الله، اللي بدينا فيها ديجا، اللي موجه ليك ولجميع الطلبه اللي مازال ما عارفين شنو غادي يديروا، كسوا واش يلا كيقراو في الباك ولا ديجا عندهم ليسونس ومازال ما عارفينش، يعني ديجا عندهم ليسونس ومازال ما متاكدينش من داك التوجه ديالهم. سي نورمال، هي شي حاجه واحد لا ديسيزيون ماشي سهله، ماشي كلشي غادي يقدر يعرف التوجه ديالو دغيا، يعني يقدر الواحد يعرفو غير بنصيحه من الاخ الكبير ديالو ولا الاخت الكبيره ديالو، ولا يقدر يعرفها من تجربه فاشله اللي كتعلم واحد الدرس اللي كيمكنو انه يعرف اكثر هذيك التوجه ديالو ولا داك المسيره اللي غيمشي فيها في الحياه ديالو. الا كنتي مازال ما عرفتيش، هذا ما كيعنيش انك ما عمرك ما غادي تعرف، مازال التجارب في الحياه غيخليوك تعرف، اولا هاد السلسله هذه النيت غتخليك تكتشف بزاف ديال الفيليير اللي غادي يقدروا تحسن من جهتهم شي حاجه وتقدر تتبع فيهم وتعطي فيهم اكثر. علمي ولا ادبي ولا تقني، كل شعبه عندها الخاصيات ديالها، عندها المميزات ديالها، وعندها لي ميتي اللي يمكن لك تعطي فيهم حتى هما. كاملين زوينين، ما كاينش فرق ما بين علمي ادبي ولا تقني، كاملين زوينين وكاملين نقدروا نعطيو فيهم الا كانت عندنا الرغبه والطموح باش نحققوا داك الحلم ديالنا. علمي نقدر نكون مهندس، نكون ميدسان، الا ما كنتش متميز في هذاك الدومين ديالي ما غاديش نعطي فيه، غادي نكون ميدسان فاشل اولا انجينير فاشل. الا كنت ادبي ما كيعنيش انني راني كسول، خصني غير نتميز كاستاذ، كقاضي، كمحامي الى اخره. ولكن التقني نفس الشيء. كانت معكم اشراق من وجهه في سلسله علاش ما وجهوناش.